لانني ضحيه لهذا الحساب، وهذا الحساب ما كانش فيه واحد، كانوا فيه مجموعه ديال الناس. فبالنسبه لي كل انسان خدا حقه او خدا عقاب ديالو، اكيد فيها عداله وفيها كذلك انه هذا الانسان كيتخاد له حقه، لانه حنا سواسيه. سعيده شرف من غدا ومن اليوم او من البارح الى غلطات، انا اللي كنطالب الناس كاملين انه يقوم يعني يتخاد حق اي واحد فيا الا كنت دايره غلط. ولكن حنا ماشيين في واحد الدوله اللي يعني الحمد لله والحمد لله كنشكر جلاله الملك محمد السادس مليون الف مره، ربي يطول عمره، لانه هاد حمله ديال التطهير اللي كاينه دابا هذه كبيره، ما عمرها دازت التاريخ، ما عمرها دازت التاريخ. خصنا نعرفوا لانه اسماء وازنه جدا. احنا كنا سواسيه، كاين الوزير كاين الغفير امام القانون المغربي. فلان الى غلط ياخذ عقابه، سعيده شرف الى غلطت تاخذ عقابها، اللي قل مني اللي اكثر مني ما كاينش، احنا كنا بحال بحال. ولكن في الغلط كيولي الجاني خاصو عقوبه. علاش؟ اول حاجه باش ما كتعاودش، ثاني حاجه باش الانسان كيعرف كل انسان الحدود ديالو، لانه انا الحريه ديالي كتنتهي ملي كتبدا حريتك انت اللي كتشوفني. انا حريتي كتسالي باش كتبدا حريتك انت. عندي واحد الخطوط حمراء ما يمكنش نتعداها، منهم الوطنيه، منهم انك تجرح في الانسان. ولا كنهضر على نفسي، كنهضرش انا على اي انسان اخر. انا كيف عرفتوني من نهار اللي بدا هذا الحساب ما عمري خرجت سبيت واتحدى، ما عمري خرجت لعنت في شي انسان، وما عمري خرجت تنمرت على شي انسان، لانه انا تنمر عليا وتقال عليا البقره، وتخست في وطنيتي وتخست بزاف ديال الحوايج. كنت دائما يمكن ما نقولهاش كنبكي، ولكن كنقول عداله السماء وعداله الارض باقي تقدر تاخذ لي حقي. وكيف قلت لك اقسم بالله العلي العظيم ما كنجمدش، ولكن كيكون واحد النوع ديال الرضا انه احد الانسان تعدى عليك بزاف وناس، ماشي نقول انسان واحد. وقد ما طال الزمن او قصر، فهذه الدوله العظيمه اللي سميتها المملكه المغربيه بينت انه كلنا سواسيه، ما كاين حتى شي واحد فوق القانون. الله، الوطن، الملك.